نتكلم بقى صح؟ نقول وفود حاشدة قادمة إلى ميدان التحرير في انتظار خطاب الرئيس. انت رجعت من السفر امتى؟ انا رجعت من السفر يوم 6. فزي انا يوم 20 سافرت، كنت على قمة جبل في الارجنتين مقطوع عن الاتصال لمدة 10 ايام، ويوم 28 وانا على بعد مثلا يمكن يومين من قمة الجبل اللي هو اعلى جبل في امريكا اللاتينية اكتشفت اللي بيحصل في مصر. كان الموضوع صعب جدا، لكن كل التليفونات مقطوعه، ما كنتش عارف اوصل لاهلي ومش عارف اي اخبار، وبسمع كل اللي بسمعه من خلال الانترنت ان مصر طبعا الكلام ده كله حزين طبعا ان انا مش موجود في الوقت ده وعاوز ارجع بقى اقرب فرصه. قررت ان انا اقضي اليومين دول ان انا احاول ان انا اطلع الجبل وابتدي ان انا اخلص الحاجه اللي انا ابتديتها، وفعلا قدرت اوصل وعرفت اعرف مصر اعلى نقطه في امريكا اللاتينيه، وبعدها خدت اول طياره ورجعت. من ساعتها وانا هنا في التحرير، موجود هنا الصبح ورجعت بس. طب ايه رايك في العمل والشعب المصري هنا؟ لا يعني الصراحه انا فخور جدا، يعني حاجه ما كناش عمرنا ممكن احنا نتخيلها، بس دلوقتي احنا عايشينها. يعني متخيل جدا يعني مش عارف يعني فوق الوصف. تفتكر بكره هيبقى احسن؟ بكره هيبقى احسن وبعده احسن كمان. انا اسمي عمرو راوي، انا لسه جاي حالا من الطياره من لندن، جيت النهارده ان شاء الله وماشي يوم الاثنين. انا كنت عايز اقول بس للناس ان كل الناس مش في مصر بس، في كل دول العالم مع المصريين بره مصر، كلهم مع الناس اللي في التحرير، ومش هنمشي ومش هنسيب الامل اللي احنا اتعلقنا بيه غير لما النظام يسقط. وفي مظاهره كبيره جدا من حوالي 15 ل 20,000 واحد في لندن في ميدان اسمه ترافالجر سكوير. كنت مع مجموعه من النصريين بننظم للمظاهره دي، بس ما قدرتش استنى لغايه يوم السبت. قررت ان انا انزل هنا عشان ابقى مع كل المصريين اللي هنا، واقول لهم ان كل شباب مصر وكل دول العالم معاكم ومعانا، ومش هنسيب كرامتنا تاني لاي حد يدوس علينا. شكرا. صور يا ابني صور.
جمال عرسنا ماهوش عادي، صلوا على نبينا الهادي. ده جمال عرسنا ماهوش عادي، زي القمر في السما نادي، زي القمر في السما نادي، وادي النجوم قاعدين حواليه، اللهم صل عليه. انت دلوقتي مستني ايه؟ مستنيينه يمشي. بقالك قد ايه مستني؟ 3 ايام ان شاء الله هيمشي. ده ما يمشي هتعمل ايه؟ هنعمل فرح باذن الله عشان ده هيبقى عيدنا يوم ما هو يمشي. يا اخي ده لسه بتحاول يا اخي ذلك هو القصر الذي اقسمته امام الله وأتابع المدية في تحقيقها أولا بأولا بل ساعة بساعة، متطلعا لدعم ومساندة كل حريص على مصر وشعبها كي ننجح في تحويلها لواقع ملموس. لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلى التغيير وكافة القوى السياسية، ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة. إن هذا الحوار الوطني قد تلاقى حول تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية. أمام الشعب فإنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة أوجعت قلوبنا وحسرت أصبحت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي وإحالة نتائجها على الفور في المجلس العام ما اضافش جديد خالص يعني مفيش اي حاجه. طب انت محبط ولا ايه احساسك؟ اكيد محبط. محبط كنت عايزه يمشي. طبعا ده الحل يعني. ماشي شكرا. بس انا محبط صراحه. ليه طيب؟ لان كنت متوقع انه هيتنحى خصوصا بعد القرار بتاع ان الجيش عمل مجلس اعلى وخلعوا من ان هو يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه. كنت متوقع ان هو كده يبقى الجيش هو اللي هيمسك وتتعمل بقى حكومه مجلس قياده ثلاثي زي ما كان معروض، ويبتدي يبقى فيه حكومه انتقاليه ونبتدي
المفروض يبقى في نظام جديد. طب انت ايه تأملاتك اللي هيحصل الفترة الجاية بقى؟ مش عارف والله، طبعا واضح من الناس في التحرير ان الناس مش مبسوطه، مش طايقه نفسها. مش طايقه نفسها. واضح ان الناس حست باحباط، ان هو برده ما ادهمش اللي هم عايزينه، خصوصا ان هم كمان مش عايزين عمر سليمان. يعني هو فوض عمر سليمان، عمر سليمان دلوقتي بقى بيقوم بنفس الدور بتاع الرئيس، فكده برده مش هم ده اللي الناس عايزاه. يعني هو حد من النظام. مع عمر سليمان كمان خطاباته كانت مستفزه جدا، وكان حسينا ان هو اسوء من حسني مبارك، فمش عارفين فعلا هل هو هيعمل اصلاح ولا هل هو عنده اجنده خفيه. شكرا.